السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي وفيديو جديد. كان عندي صدر فرخة فكنت محتارة أعمل بيه إيه، لحد ما قلت خلاص أنا هعمل بيه سندوتشات حلوة جميلة بالشكل ده. هنعرف إزاي نتبل الفراخ مع بعض تتبيلة حلوة قوي، وهنعمل كمان العيش مع بعض، عيش التورتيلا أو عيش الصاج زي ما بتقولوا عليه. أول حاجة أنا هخلي الفراخ من العظم بالشكل ده. همشي كده جنب العظم بالسكينة علشان أستفاد بكل كمية اللحم معايا. زي ما انتم شايفين كده إن صدر الفرخة معايا مش كبير قوي، وفي نفس ذات الوقت عمل لي كميه سندوتشات حلوه قوي قوي. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نعرف ازاي ضاعفنا الكميه بالشكل ده. هنا خليت اول صدر بالشكل ده، طبعا العظم ده مش برميه خالص، بشيله كده في الفريزر. لما اجي اسوي فراخ بسويه معاه بيديني احلى شوربه طبعا بالشكل ده. بعد كده هبتدي اقطعه قطع بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا مش هعمل شاورما، دي مش شاورما. ابتدي اقطعه كده مربعات كده صغيره بالشكل ده. ولو عندك كمان وراك اشتغلي بيها، اخليها من العظم وقطعها صغير بالشكل ده، اي جزء من الفرخة ينفع. بعد ما قطعتها بالشكل ده نيجي بقى نعمل التتبيلة مع بعض. اول حاجة معايا في التتبيلة علبة زبادي، بتطري انسجة الفراخ بتخليها جميلة جدا جدا. بعد كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل بالشكل ده. بعد كده هنزل عليها بمعلقة صغيرة من كل ده، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، بهارات الفراخ، وكمان كزبرة ناشفة. وابتدي اقلبهم بالشكل ده. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت. ابتدي اقلبها كده كويس. شايفين شكل التتبيله حلو قوي ازاي؟ بس خلاص كده هي التتبيله بقت جاهزه معايا، هنزل بيها فيها بالفراخ. ابتدي اقلبها كده كويس واغطيها وادخلها التلاجة على بال ما اخلص العيش معايا تكون اتبلت وبقت جميله. شايفين شكلها جميل ازاي؟ نيجي بقى نعمل العيش مع بعض. معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنزل عليهم بالميه الدافيه وابتدي اعجن بس كده. دي كل مقادير العيش معايا. ابتدي اعجن كده. انا عايزه العجينه ماسكه نفسها، مش عايزاها سايله قوي. زي ما تشوفوا قوامها دلوقتي باذن الله. هعجنها زي 5 أو 7 دقايق بالكتير. شايفين هنا العجينه خلاص مش هتحتاج سوائل تاني معايا، وده قوامها المظبوط بالشكل ده. مش طريه قوي، فيها تلزيق، سن التلزيقه كده بسيطه جدا جدا. سيبها ترتاح، وده شكلها بعد ما ارتاحت عشان اعرف اتحكم فيها. ابتدي كده اجزئها لقطع صغيره، واحاول على قد ما اقدر اخلي القطعه كلها قد بعضها. بعد كده هبتدي اسويها. طبعا ورشه الحاجه اللي هحط عليها كور العجين دي رشه نشا مش دقيق. زي ما قلنا احاول على قد ما اقدر اخلي قطع العجين كلها قد بعضها، عشان احنا نفردها بطريقه حلوه قوي قوي. تابعوا معايا الفيديو باذن الله نعرف نفردها ازاي مع بعض بطريقه حلوه باذن الله تعجبكم. بعد ما خلصت الكميه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، هجيب اول كره احنا كورناها وهفرد على نشا، مش على دقيق، على نشا. ركزوا معايا شويه عشان نعرف نطلع عيش جميل جدا. ابتدي افردها كده دايره صغيره مش كبيره قوي بالشكل ده. واجيب واحده تانية كمان افردها كمان على نشا. هشتغل دلوقتي كله هشتغله بالنشا، مش هشتغل بالدقيق خالص. بعد ما فردتها بالشكل ده، هدهن السطح بتاع العجينه التانية دي بالزيت. ادينا دهنه حلوه كده بالزيت، وهديها رشه نشا خفيفه جدا جدا بالشكل ده. وهجيب الرغيف التاني اللي انا فردته الاول ده عليها، واركنها كده على جنب، وابدا اعمل كل الكميه بالشكل ده. افرد 2، ادهن واحده منهم زيت ورشه نشا خفيفه. بعد كده هنزل عليها بالرغيف التاني، واركن كده على جنب لحد ما اخلص الكميه كلها. وهنا بعد ما خلصت الكميه من معايا بالشكل ده،
هجيب رشة نشا كده وابدأ بأول رغيف احنا عملناه. دول رغيفين على بعض على فكرة. رشة نشا من فوق ومن تحت، وابتدي افرده اوسعه بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. خلاص العجينة مرتاحة معايا وجميلة. شايفين بوسع فيها ازاي بقلب مليان، عشان انا عارفة انها مش هتلزق في بعضها عشان الزيت اللي احنا حاطينه في النص. ابتدي كده اقلبها من جميع الجوانب عشان تكون الطبقة اللي فوق قد الطبقة اللي تحت. كده خلاص بعد ما فردتها بالشكل ده ابتدي اسويها على الطاسة طبعا على نار متوسطة الحرارة. ابتدي اقلبها كده بالشكل ده. تلاحظوا انها كده فصلت مع بعض من بعضها. ابتدي اقلبها وافضل اقلبها كده لحد ما تستوي معايا وتفصل تماما. خلاص هي كده استوت معايا. شايفين كده هوريكم ازاي فصلت معايا وبقت جميلة. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا اول ما العيش يستوي اشيله من على الطاسه كده لازم اغطيه، احطه كده على حاجه واغطيه عشان يفضل طري معايا. وده شكل الكميه كلها بعد ما خلصتها. شايفين قد ايه العيش جميل بالشكل ده. بصراحه كده تحفه وغالي على الفاضي. شايفين كده بسم الله ما شاء الله عليه. بصراحه النتيجه جميله جدا جدا. نرجع بقى للفراخ. جبت طاسه كده سخنتها حلو قوي قوي، والنار طبعا عاليه تحتها. حطيت فيها الفراخ كده، بس الاول حطيت معلقه كبيره من السمنه، واحط الفراخ كده ما اقلبهاش على طول. اول ما اتاكد انها شفت خلاص هبتدي اقلبها كده بالشكل ده لحد ما تشرب التتبيله كلها. بعد كده هنزل بكميه بصل حلوه زي 3 أو 4 بصلات بالشكل ده، وابتدي ادبلهم بس مش اكتر. طبعا مش هنزل ببهارات تانية، احنا مبهرين الفراخ وجاهزه. بس لو احتاجت ملح بس هضيف. كده اقلبها كده لحد ما البصل يدبل معايا بالشكل ده. شايفين الكميه بسم الله ما شاء الله عليها. ولسه كمان هنضيفها بمكون ان شاء الله. تابعوني ان شاء الله عشان نعرف هنضيفها بايه. وهنا خلاص كانت الحشوة جاهزة معايا بالشكل الجميل ده. شايفين شكلها حلو قوي ازاي بسم الله ما شاء الله. جبت الحشوة، جبت كمان قطعة جبنة موتزاريلا، شوية جبنة موتزاريلا كده، والعيش جاهز معايا. وكمان قليت بطاطس. انا هزود الكمية بالبطاطس المقلية، بتدي طعم حلو قوي قوي. بيكون طعمها جميل يعني جوه السندوتش. ابتدي كده اظبط اخد العيش معايا واحط عليه معلقة من الحشو، وحبة من البطاطس المقلية وشوية من الجبنة الموتزاريلا، وابتدي اقفل بالشكل ده. طبعا لازم تقفلي كويس. ممكن كمان تحطي كاتشب او مايونيز جوه الساندوتش على حسب ما بتحبي وتفضلي. طبعا ولازم اقفله كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بعد ما خلصت الكميه كلها بسم الله ما شاء الله، صدر الفرخه عمل لي كميه حلوه قوي قوي. ابتدي كده احمصهم على الجريل على مسحه زيت او زبده او سمنه على حسب الماده الدهنيه المتوفره عندك. وده شكلهم بعد ما حمصتهم. شكلهم تحفه بسم الله ما شاء الله. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.